أمثال شعبية بنرددها وكلام كتير بنقوله في مواقف معينة من غير ما نعرف أصله إيه، رغم إن إحنا لو دورنا في التراث الشعبي المصري هنلاقي إن كلمات كتيرة ليها أصل في التراث ده. تعالوا أقول لكم أصل كلمة مهيكوسة. الكلمة دي دايما بنقولها في مواقف فيها محاباة لشخص عن التاني، أو يعني فكرة الواسطة والمحسوبية وعدم إتقان العمل. لكن تصدقوا إن أصل كلمة مهيكوسة دي من أيام المماليك كانوا بيقفلوا أبواب مدينة القاهرة بالليل ومحدش يقدر يدخل المدينة دي، وكان التجار بينتظروا ساعات الليل عشان يقدروا يدخلوا المدينة ويتاجروا في البضاعة بتاعتهم. كان في استثناء واحد بس، اللي هو التجار اللي بيتاجروا وبيبيعوا الكوسة. وده كان ليه؟ لأن الكوسة كانت معروفة في الوقت ده ان هي بتبوظ بسرعه وبتتاثر باشعه الشمس، فكانوا بيسمحوا لهم ان هم يدخلوا ويفرشوا بضاعتهم. الامر ده ما كانش عاجب التجار التانيين، وكان شايفين ان في محاباه وتفضيل لتجار الكوسه. وفي مره من الايام تاجر من التجار استاء جدا ان تجار الكوسه بيدخلوا قبله، وعلى صوته بشكل كبير وقال ما هي كوسه. ومن هنا جت فكره ما هي كوسه اللي دايما بنقولها عشان خاطر نوصف بيها الموقف اللي فيه واسطه او محسوبيه او عدم اتقان للعمل.